السلام عليكم، كيف بقيتوا؟ لاباس بخير؟ عواشركم مبروكة بالصحيحة والسلامة، والله يدخل علينا هاد الشهر الكريم بالصحيحة وباش ما تمنيتو وشي رزيق ان شاء الله يا ربي. نبداو على بركة الله. اليوم غادي نفصلو قفطان، وقفطان ماشي عادي، تنقولوا له قفطان فرماجة. يعني انا غادي نفصلو لبنيته صغيرة تقريبا عامين ونص. الثوب احتاجيت متر اونص. كاينين جوج طريقه ديال الفصالات، كاينه هاد الطريقه اللي غنطبق معاكم وكاينه طريقه اخرى. حيت هاد الطريقه اللي غنطبق معاكم انا محتاجه واحد الطرف غادي نصوب به واحد البابيون. المهم هنايا عندي متر ديال الثوب، شديت الحاشيه كيف ما شفتوا وقلبتها، كانت على جوج وعاودت طويتها على 4. وهنايا كيف ما شفتوا معانا غادي نفصل الكسده، يعني لي دوفون ولودو في نفس الوقت غادي نفصلهم. المهم الطريقه ديالي دائما لا بالنسبه لبنيته صغيره او للبنيته كبيره كناخذ العبار، يعني لاباس ديال الخياطه اللي كنخيط به دائما، لاباس ديال الفسطاله اللي كنخدمو دائما، كنخدمو الصغار والكبار كلشي تناخذ له العبار باش تجي البياسه ديالو نيشان نقدو. هنا كيف ما شفتوا خديت دوره الصدر من الكتف للحزام قسمتها على جوج، عاوتاني ديك المسافه ما بين الكتف ودوره الصدر قسمتها على جوج طراسات. هنايا العنق بنيته صغيره، ما غاديش نهبط ب10، غادي نهبط ب5، وغادي ندخل ب5 6، عفوا غادي ندخل ب4 وغنهبط ب5. هنايا غادي نفصل الظهر ووجه داكشي باش خصني نهبط عاوتاني ب3 هنايا. غادي نهبط ب3 وغادي نطراسي بالبيستولي. وبالنسبه للعنق الا درناه مجموع يمكن لينا نديرو شي صطيفه باش البنيته يجيها الطوق ما مترعش. واللي كيلبس هكا الطوق محلول بالنسبه لبنيات صغار وتلبس من تحت منه شي حاجه هذيك هضره اخرى. المهم كنهبطوا من 5 6 7 حتى ل 8. هنايا طراسيت العنق بجوج ديال الظهر وديال الوجه باش ما نغلطش وندخل في الثوب. هنا الكتف غادي نهبط بجوج ديال السنتيم وغادي نطراسي. هنايا طراسيت الكتيف اللي عندي ديال البنوته، وغادي ناخد البيستولي وغادي نطراسي التركيز. هنايا النقطه ديال ما بين الكتف والصدر غادي نطراسيها. من موراها عاد غادي نحط البيستولي. هنايا الدوره ديال الصدر نسيت ما طراسيتهاش معاكم، غادي نحطها. من موراها عاد غادي نحط البيستولي كنحطو فوق النقطه ديال الكتف ما بين الكتف والصدر، دوره الصدر بهذه الطريقه هذه. وكنطراسي كيف ما شفتوا. هذه هي الدوره ديال الحزام ديالنا. نشوف شحال عندي، شحال عبرت البنيته، وكنطراسي بهذا الشكل هذا. كندخلوا لها حتى هي بالافازي حيت بنيوتات صغار. هنايا باش ما تجينيش هاد الباندا حيت الثوب القفطان غادي يكون فيه جوج طراف الفوق ولا جوب اللي عاد غتلصق فيه هي اللي تتكون كلوش. هنايا باش ما كيجيش هابط محرحر، ضروري فاش كنفصلو كنطلعو ب4 ديال السنتيم ديال الحزام، كنطلعو بها كنطراسو تما الفوق. نتمنى تكونوا فهمتوني، يعني باش التحزيمه تجي من تحت ديال مباشره، ما كتجيش محرحره هابطه لتحت. وهنايا كيف ما شفتوا قطع الثوب. هنا كنحصل على لي دوفون ولودو في نفس الوقت. كيف ما شفتوني غادي نحيد الظهر وغادي نشد الدوفات وغادي نقاد ليهم التقوريره ديالهم ديال القدام بهذه الطريقه. صافي كنحصلوا
على الدوفات والظهر. دابا غادي ندوزو مباشرة وغادي نفصلو الكمام. بالنسبة للطريقة ديال الفصالة ديال الكمام، بحال كيف ما بنيته صغيرة كيف ما سيدة كبيرة، يعني ضروري ما كنطبق القاعدة ديالي اللي ديجا كنت عطيتها لكم لا بالنسبة للصغار لا بالنسبة للكبار. الاختلاف فقط في العبارات. هنايا القاعدة اللي كنهبط بها ب 14 عاد كنفصل لكم لسيدة كبيرة، البنيته صغيرة غادي نهبط ب6 سنتيم فقط. هنايا كيف ما شفتوني الثوب كيف ما فصلته كيف ما خليته نفس الطويه ونفس كلشي، وغادي نبداو على بركه الله بالفصاله ديال لي مونش. كنقادو الثوب مزيان. هنايا غادي نعبروا الطول ديال الكميم ديال البنيته، كنكونوا زايدين 2 سنتيم د الخياطه. بطبيعه الحال هاد العبارات اللي كنكون زايده اولا اللي كنكون ناقصه راه قاعده يعني عندي في الطريقه ديال الفصاله ديالي. اللي بغى يعرف يرجع لجوج اول فيديوهات وريتكم الطريقه ديال الفصاله وكيفاش ناخذوا العبار على السيده. هنا كيف ما قلت لكم هنا فين هبطنا بستة وطراسينا التركيز اللي كنت ديجا عبرته كنقسم على جوج، نعاود نقسم ديك المسافه على جوج وكنطراسي بهذا الشكل هذا الكم ديالي. هنايا غناخدو الدوره ديال راس الكم وغادي نطراسي وغادي نلاقيها نيشان مع التركيز، وغادي نقاد لكم بهذا الشكل هذا. ها حنا حصلنا على لي مونش بجوج. وهنايا غادي نجيو نفصلو لا جوب اللي كتجي كلوش كيف ما شفتوا نفس الحطه اللي كان عليها الثوب شكلتها على شكل مثلث بهذه الطريقه هذه، وغادي نعاود نطويها بهذا الشكل هذا. بالنسبه للبنيه صغيره صافي هذا الجهد هذا كافي، ما غاديش نزيد ندير لها طويه واحده اخرى، حيت هاد لا جوب غادي نلصقها غادي نصوب لها البليات عاد غادي نجمعها بالماكينه. يعني بالنسبه لطريقه الفصاله ها هي كيف ما شفتوني هزيت البياسه الضوفه اللي فصلت وحطيتها تما باش غناخذ الطول اللي كنت قلت لكم. غادي نحطها وغادي نعبر الطول ديال البنيته على هذا الشكل هذا. بالنسبه لهذا الطرف المثلث اللي بقى ديال الفوق، هذا المثلث اللي فيه هذه الزاويه حاده، هذا غادي نشكل به واحد البابيون اللي غادي نصوب به المضمه ديال هذه البياسه. المهم تابعوا الفيديو الجاي اللي غادي تكون طريقه الخياطه باش تعرفوني على اش كنهضر. هنايا خديت الطول ديال البنيته نيشان خديته بهذا الشكل هذا. كيف ما شفتوا وديك الطول اللي عندي في لاجوب غادي نبقى غاديه به بهذا الشكل هذا باش تجيني لا جوب دايره. كنطراسي هكا وكنعاود نكحس سنتيم بهذا الشكل وكنطراسي بهذا الشكل وكنطراسي بهذا الشكل وكنطراسي باش تجيني لا جوب دايره. نفس العبار كنبقى غاده به. صافي تنقطعو بالمقياس. كون ما كنتش هذاك المثلث غادي نحتاجو هذا، كون ما كنتش غنحتاجو نصوب به البابيو كون راه منه غادي يخرجوا لي دو فو لودو.
غادي نقطع وهنايا صافي كنسالي معكم الطريقه ديال الفصاله ديال القفطان فرماجه البنوتات الصغار، قفطان كلوش كيف ما غادي تسميوه، ولكن حنايا النهار قرينا الدرس قريناه قفطان فرماجه. المهم نتمنى هاد لا فيديو هذا تكونوا يعني استفدتوا منه. بالنسبة لاجوب كتجيني على هاد الشكل هذا، ولكن غادي تمشي كاملة بالبليات بهاد الطريقة هادي، غادي تخدم كاملة بالبليات حتى تقاد لاجوب مع الضوفة والظهر. عاد غادي نخيطو عليهم الضوفة والظهر بهاد الطريقة هادي انا غادي نوريكم. وكيجي الصراحه واحد القفيطه اللي زويون وحلو. نتمنى نكون فتكم وبسلامه عليكم الى فيديو قادم باذن الله، اللي غادي تكون الطريقه ديال الخياطه والفينيسيون والشكل النهائي ديال القفطان. وبسلامه عليكم. هنايا كنوريكم طريقه البليات كي غادي تخدموا، ولكن حتى نكون فوق الماكينه باش تفهموا الطريقه مزيان. باي باي عليكم الى فيديو قادم باذن الله.